الكومنت ده اتكرر كتير ورسائل كتير قوي اتبعتت لي على ارقام للتحاليل بتاعه الفيريتين. هقول لكم الموضوع ببساطه عشان ممكن ورقه المعمل تخدعك. انا لما باجي ببص على ورقه المعمل دي بشوف ورقه التحليل بيكون فيها رقم اللي هو السيرم فيريتين اللي هو القرايه بتاعتي انا، وبيكون في المقابل في حاجه اسمها نورمال رينج او المستوى الطبيعي اللي هو الحد الادنى والحد الاقصى لمستوى الفيريتين في الجسم. فبلاقي ان هو مثلا المستوى ده او الرينج ده بيكون من 10 ل 300 وشويه. وده ال10 دي هو الحد الادنى للسرفايفل، ان الحد الادنى اللي يكون موجود في جسمي اصلا. طب الفيريتين ده دوره ايه؟ الفيريتين ده بيكون مخزون الحديد في الجسم. المفروض ان انا عندي حديد في جسمي بشكل معين، لو انا مش باكل كويس او مش بتغذى كويس او عندي مشكله ما في جسمي، فيبدا الجسم ياخد من المخزون الاساسي علشان يقدر يؤدي الوظائف الاساسيه بتاعته، بتاعت التنفس والحركه والحاجات دي. في المقابل بيضعف حاجات تانية، بيضعف شعري وبيضعف ضوافري تتكسر بسهوله ويحصل جفاف في البشره والشعر. فمهما قعدت اصرف على برودكتس كتير مش بلاقي النتيجه اللي انا عايزها. فالحل ايه؟ ان انا ابدا اهتم بصحتي انا نفسها واهتم بتغذيتي انا. طيب هل في حد معين؟ طب ما يا دكتور انا جوه النورمال رينج، جوه النورمال رينج ده انا 10 دي انا بحاول اسرفايف، انا ده الحد الادنى لحياتي. ولكن علشان تبقى صحه شعري كويسه وصحه الضوافر والجسم ان لازم يكون الحد الادنى للفيريتين ده 50. اقل من الرينج ده بيكون في تساقط في الشعر، تكسير في الاظافر، جفاف للبشره والشعر، ونقعد نصرف بقى كتير. فعشان كده مهم جدا ان انا اهتم بتغذيتي انا بشكل سليم، وقبل ما انا ابدا اجيب اي برودكتس غاليه وابقى مستنيه منها نتيجه مذهله. اهم حاجه قبل ما تبداوا اي برودكت اعملوا التحاليل دي وشوفوا مستوى الفيريتين عندكم كام. ما تنسوش تعملوا لي فولو وتكتبوا لي في الكومنتس التحليل اللي انتوا عملتوه طلع القرايه بتاعته كام، وانا هقول لكم تاخدوا جرعه كام بالظبط من الفيتامينز. واستنوا بارت 2 هقول لكم فيه على فيتامين دي وازاي احل مشكله نقص فيتامين دي. باي.